Do you see this? It was a nightmare بالنسبة لي الصراحة. حسيت يعني بجد ازاي البنات اللي بيبقى عندها مشاكل في بشرتها يعني ممكن تعاني نفسيا. وهنا قررت بسمة انها تعمل لاين كامل للسكين كير بعد ما حصل لها بريك اوت، ودعما منا لاي براند عربي بينافس المنتجات الاجنبيه. طبعا بما اننا مقاطعين فلازم نتكلم على لاين ميراكل الخاص ببسمة بوسيل. والبراند الصراحه كله مفاجآت، يعني مثلا عامله بوتوكس ان باتل، ولو تفتكروا ان الارجلاين كنا عاملين له حلقه كامله من براند ذا اوردينري، بس اوردينري مش معانا واوردينري في المقاطعه، فعشان كده دلوقتي يعتبر البراند بتاع بسمة بوسيل او الار جي سيرم اللي هنتكلم عنه بالتفصيل بديل جيد جدا. جدير بالذكر ان بسمة عندها لاين كامل كوزماتكس بيستخدمه الميك اب ارتست على طول لان هو خاص بالميك اب. اما بقى عن براند السكين كير فهي سمته ميراكل. يا ترى ايه سر الاسم؟ الاسم ده من ميراكل او ميراكل يعني معجزه بالعربي. Through our brand اي واحده بنت او ست they can find their own miracle. كل الناس اللي قالت لي ان انا ما اقدرش اعمل كده they were wrong. I'm so confident انه الناس اللي قالوا لي لا they're gonna say yes. ودلوقتي هنبدا كلام عن اول سيرم وهو ار جي سيرم او بوتوكس ان باتل، بصراحه لان انا متحمسه له قوي. ولكن في الاول حابه انوه عن حاجه. على الويب سايت زي ما هنشوف في كل السيرمز واحنا ماشيين مفيش تركيزات للمواد الفعاله خالص، وزي ما انتم عارفين عندي في القناه انا بحب ابقى عارفه التركيز بتاع كل تركيبه عشان نعرف ايه البشرات اللي ينفع تستخدمه وايه اللي ما ينفعش. فبالتالي تواصلت مع الشركه عشان اعرف كل سيرم جواه ماده فعاله بتركيز قد ايه. لما نبدا شرح لو انتم لسه ما تعرفونيش انا دكتور نادية، اعملوا لي سبسكرايب ويلا مع بعض نبدا. ارجي ليه تاثير على علاج التجاعيد الرفيعه لانه بيشتغل بنفس الطريقه اللي بيشتغل بيها البوتوكس في الجلد. مش بس كده، ده كمان بيطول عمر البوتوكس. وطبعا اكتر مولكيول ترندي هو الارجلاين، لما نزل من ذا اوردينري عمل ضجه كبيره جدا لان هو ببساطه بديل البوتوكس او بوتوكس ان باتل زي ما لسه سامعين. بيتحكم في مرونه البشره والخطوط الدقيقه زي ما شايفين دلوقتي على الويب سايت. عن اهم مكوناته جواه اسكوربيك اسيد، فيتامين اي، كولاجين والوفيرا عشان الترطيب. اهم مزاياه ان هو لايت ويت ومش بيلزق خالص في البشره وينفع كل الاعمار تستخدمه وكل انواع البشره. اما عن طريقه الاستخدام فبعد تنظيف البشره ممكن نستخدمه صباحا ومساء ونعمل جنتل مساج على الوش وعلى الرقبه كويس جدا عشان نتاكد ان الجلد امتصه وبنبعد عن منطقه العين. بيقلل خطوط الوجه التعبيريه وينفع نستخدمه صبح وليل، وطبعا ظهور فرص التجاعيد المستقبليه وهو بديل غير جراحي للبوتوكس. خليني اقولك لو لسه خايفه تعملي بوتوكس يبقى مش هتعرفي تستغني عن الارجي عشان البيبتايد ده عباره عن بوتوكس ان باتل. ورأيي لو هتبدأي تجربي سيرم من براند بسمة بوسيل طبعا هاتي اول واحد ارجي، لان المولكيول الارجلاين ترندي جدا والدراسات اثبتت فعاليته فعلا في علاج التجاعيد كبيبتايد، وطبعا احنا شفنا ده في براندز اجنبيه زي ما انا قلت قبل كده. فبالتالي اول برودكت لازم تبتديه هو ارجي. وخليني كمان اقول لك حاجه تانية، في الحلقه واحنا ماشيين هتلاقوني مرتبه البرودكتس حسب انا مفضله ايه عن ايه، يعني الشرح بتاعي هيبدا من اكتر واحد انا متحمسه له لحد البرودكت اخر واحد اللي هو يعتبر عادي او موجود في منه كتير. ويلا بينا نشوف تاني سيرم اللي هو رينا. بيجدد الخلايا في البشره ومن هنا بيحسن التجاعيد والخطوط الرفيعه. ليه دور في علاج المسام الواسعه وحب الشباب. وطبعا الريتينول لانه لازم يكون جزء اساسي من الروتين بتاعك، فهو اكتر منتج عليه دراسات مثبته في تجديد خلايا البشره وتقليل التجاعيد. ولو بصينا على التركيبه بتاعه السيرم هنلاقي ان جواه خلاصه العرقسوس، وانا شايفاها دي حاجه حلوه جدا مع الشاي الاخضر. وكمان حاطين لاكتيك اسيد عشان الترطيب والتقشير، وعشان ما يحصلكيش اي مشاكل حاطين بانثينول وكامومايل. والستبس بتاعه الاستخدام لطيفه جدا وموضحه بالكامل عشان تعرفي تستخدميه من غير ما يحصلك فيه اي مشاكل. وكمان قايلين ان الانجريدينتس اسبانيه يعني المنتج مستورد. اما عن تركيز الريتينول فالشركه قايله لي ان تركيزه 0.5%، وده يعتبر تركيز كويس جدا لو انت لسه هتبداي ريتينول لاول مره في حياتك. وطبعا حاطين كل الانستراكشنز على الويب سايت اللي تخليكي تستخدمي الريتينول بمنتهى الامان، وكمان حاطين الريجيمن اللي تقدري تستخدمي كذا سيرم مع بعض من مجموعه ميراكل، وقايلين ان هو مناسب لجميع انواع البشره. غلطتين ما ينفعش تعمليهم ابدا وانت بتستخدمي رينا. انك تستخدمي السيرم ده الصبح لانه فيه ريتينول فلازم نستخدمه بالليل، او انك تنسي تحطي سان بلوك تاني يوم الصبح. وبعد ما شفنا رينا او الريتينول طبعا ده تاني حاجه انصح ان احنا نستخدمها لان تركيز الريتينول كويس جدا للمبتدئين. وهنبدا مع ثالث سيرم اللي هو النياسيناميد او كالما، وعايزاكي تكملي معايا بقيه الحلقه لاني هوريكي التعاون ما بين شام الذهبي وكمان بسمة بوسيل في العياده بتاعتي. ويلا بينا مع كالما.
4 مشكلات بيتحلوا بسيرم واحد بس اللي هو كالما. لانه نايسيناميد اللي فيه بيعالج البقع الغامقه، المسام الواسعه، الاحمرار في الجلد، وكمان الدهنيه الزايده. بصراحة اختيار اسماء السيرمز عجباني قوي. يعني لما نقول كالما او تهدئة بسيرم جواه النياسيناميد، انا بعتبر ده اختيار ممتاز، لانه فعلا بيدل النياسيناميد بيعمل ايه. فهو بيهدي حب الشباب، بينظم افراز الدهون في البشرة، بيعالج التصبغات وكمان الخطوط الرفيعة. ولو هنتكلم على التركيبة فهو جواه برضو عرق سوس وفيتامين سي وكولاجين. اما عن تركيز النياسيناميد فبرضو الشركه لما بعتلها قالت لي ان هو تركيزه 10%، واحنا بنعتبر ايوه ده تركيز عالي لو انت لسه هتبداي النياسيناميد، ولكن مع تركيبه كالما الموضوع بيكون اخف كتير على بشرتك. ومن الحاجات اللي حلوه قوي في الويب سايت ان هم حاطين الانستراكشنز او التعليمات اللي تستخدمي بيها السيرم عشان تستفادي منه. يعني ان انت بعد ما تستخدميه لازم تحطي طبعا السان بروتكشن بتاعك او السان بلوك، الكلام دوت لو الصبح. وقايلين كمان لو عايزه تستخدمي بقيه السيرمز ايه الترتيب بتاعها، وده هنقوله في اخر الفيديو. وطبعا قايلين ان احنا ينفع نستخدمه لكل انواع البشره، حتى لو البشره دراي او جافه او سنسيتيف حساسه. وقبل ما نشوف شرح اخر سيرم اللي هو داما، خليني اوريكم الكولابوريشن او التعاون ما بين شام الذهبي في عيادتها داو ديرما مع البرودكتس بتاعت بسمه بوسيل اللي هي سيرمز ميراكل. وطبعا احنا عارفين انهم صحاب، ولكن هم بيثقوا في بعض جدا، فبالتالي شام جربت السيرمز عندها في العياده، وده هيبان في الانترفيو اللي هوريه لكم دلوقتي. بس الاول ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير، وكملوا معايا الحلقه. I hope this is gonna be a miracle for every girl. سكين تغير لها حياتها. بحس انه البشره مهمه قوي قوي. احنا السيرمز دي بنعملها عشان تبنتريت جوه الجلد وتخش جوه اعمق طبقه. ليه الهايلورونيك اسيد بيعمل ترطيب، بيعمل تنظيف؟ ميراكل. ودلوقتي هنشرح داما او الهايلورونيك اسيد الخاص ببراند ميراكل. انت عارفه انك ممكن تحطي سيرم داما دلوقتي حالا؟ لانه الهيالورونيك اسيد ممكن يستخدم في اي وقت، الصبح وبالليل، وممكن كمان يتحط قبل الميك اب. وطبعا اللاين عشان يكون كامل لازم يكون فيه سيرم هيالورونيك اسيد عشان يتحكم في التجاعيد والخطوط التعبيريه. والجميل في الموضوع ان فعلا التركيبه حلوه جدا، وزي ما قلت لكم انا سالت الشركه عشان اعرف تركيز الهيالورونيك اسيد، وقالوا لي ان هو 2%. هو ده يعتبر تركيز عالي ولكن برضو لطيف على البشره. جواها فيتامين بي 12 وبانثينول ومستخلص الخيار وكمان فيتامين سي، ده غير الكولاجين. ولو حتى بشرتك حساسة هيكون مناسب ليكي، هيديكي الترطيب الكافي، وهو آمن للاستخدام حول منطقة العين. وبما اننا اتكلمنا في الحلقه دي عن الريتينول او رينا، واتكلمنا عن الارجي او الارجيلاين، هحط لكم دلوقتي بلاي ليست كامله فيها كل حاجه محتاجه تعرفيها عن الريتينول، وكمان هحط لكم الحلقه بتاعه الارجيلاين اللي انا عاملاها لان فيها معلومات مفصله لو حابه تعرفي اكتر عن الماده الفعاله. ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير، وتكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه رايكم في الحلقه، ولو حد جرب حاجه برضو يقول لنا رايه. كل الدعم البسمه وكل الدعم لاي حد بيحاول يعمل لنا برودكتس بجوده عالميه. وما تنسوش تشوفوا كمان البندلز اللي هي عاملاها، البندلز حلوه جدا وفيها طبعا توفير كومنتاتكم، وهستنى منكم اللايك والسبسكرايب والشير، واشوفكم في الحلقه الجايه.